يا مساء الهنا والسعادة، كل سنة وانتم طيبين. مولد نبوي سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الكون كله يا رب. ربنا يجعلها أيام بركة وخير، وكل اللي نفسنا فيه يتحقق، اللهم أمين. حبيت أعمل لكم النهاردة القشطة، ودي جزء من حلويات مولد النبوي اللي بتفكرنا كده بالأيام الجميلة. طرية زي ما انتم شايفين، لونها قطني واسفنجية، وما شاء الله المطة بتودي لسبع دور زي ما انتم شايفين، وده أكبر دليل على نجاحها. كل الأسرار اللي هتخليها بالشكل الجميل ده ناجحة أجمل من الجاهزة مليون مرة. عايزة أقول لكم الكل انبهر بيها، وخاصة ولادي عجبتهم جدا، كبار وصغيرين وشباب، الكل ما بيختلفش عليها. حاجة حلوة، يا رب تعجبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض ازاي. يلا بينا. هنسمي الله وندخل في وصفتنا على طول. معايا كوباية معيارية كبيرة من السكر الأبيض، ويفضل إن هو يكون أبيض عشان يطلع معانا لون القشطة ناصعة البياض دي. تلت كوباية من المية. معايا عسل جلوكوز، طبعا ده البرطمان كله 20 جنيه، هنعمل منه وصفات كتير مع بعض، موفر جدا. هنجيب منه مقدار نص كوباية من الكوباية المعيارية برضو، عشان ما يهدرش معاكم، بما انه هو لازج جدا وقوامه تقيل زي ما انتم شايفين. فاحنا ممكن نقدره مقدار معلقتين كبار، لانه وانتي بتنزليه يعني بيبقى شوية تقيل كده وكثيف، وممكن يهدر معاكي شوية. بس حاولي تنزليهم قد ما تقدري كده، او تقدريهم زي ما قلتلك معلقتين كبار جدا مليانين. بحاول انزل كل الكمية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هرفعها على نار متوسطة. في الوقت ده هحضر معلقتين كبار من الجيلاتين، وهنزل عليهم بتلت كوباية، بس تكون مية دافية عشان يندمج بسرعة، برضو نفس الكوباية المعيارية دي. وهبتدي أركنه على جنب لحد ما أخلص باقي الوصفة. بعد ما رفعتها على النار الجلوكوز نزل بكل سهولة، لأن المية ابتدت تدفى. هقلب بالمعلقة الخشب كده بالراحة عشان المكونات كلها تندمج مع بعض، وأول ما تبتدي تغلي بسيبها من دقيقتين لثلاث دقايق بالكتير. خلاص ابتدت تعمل الفوم اللي انتوا شايفينه ده، كده بقت خلاص جاهزة معايا. هبتدي أرفعها من على النار ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بولة تكون كبيرة، يفضل إن هي تكون ستانلس أو إزاز حراري عشان هي تبقى لسه سخنة. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين الجيلاتين اللي أنا كنت دوبتهم قبل كده مع بعض. طبعا أنا بستنى شوية صغيرين كده على الحلة لما المادة اللي فيها تهدى شوية، عشان تبقى سخنة جدا. وطبعا لازم تحط تحتها حاجة كده عازلة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بضيف شوية الفانيلا عشان التست بتاعها يطلع زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وبخفق بالمضرب الكهربائي. طبعا مش لازم خالص يبقى فيه عجان، لان المعظم بيعملها بالعجان عشان يطلع القوام مظبوط. انا هظبط لك القوام، بس تابعي معايا الخطوات بالظبط. طبعا بفضل اخفق كده، خلي فيه صبر كده وعلى نار هادية. هنخفق من بالظبط من 6 ل7 دقايق في الاول، وبعد كده بنهدي ونكمل ال3 دقايق التانيين، يعني بالظبط تاخد 10 دقايق. شايفين القوام ابتدى يعمل ازاي؟ ابتدت ما شاء الله قوامها يتكاثف. ببتدي بقى اخفق في كل الاتجاهات عشان تبقى كريميه زي ما انتوا شايفين. تحسي انت بتعملي ويبن كريم، بتعملي كريم شانتيه، عشان نوصل للقوام ده كده بقت مظبوطه. نجيب بقى القالب اللي هنفضي فيه نقطتين كده من اي زيت بيور، وبالفرشه ببتدي اوزع في كل الجوانب رايح جاي. الخطوه دي بتغنينا عن ورق الزبده. يفضل ان احنا نعملها بورق زبده عشان تسهل الدنيا علينا. طب افرض مش موجود، هنعمل الطريقه دي. هبتدي ابطنها بجوز الهند زي ما انتم شايفين، فوق وتحت والاحرف والارضيه كل الجوانب. وبعد كده هنزل بالخليط، بس مش مره واحده، عشان الحاجات دي كلها ما تتلخبطش في بعض. لازم نفضل رايحين جايين كده، نعمل زجزاج عشان نوصل الخليط ده لكل جوانب الصينيه، تطلع معانا في الاخر ما شاء الله في منتهى الجمال. طبعا الصينيه بتاعتي حجمها شويه كبير عن المفروض ان انتوا بتعملوه. المفروض ان حجم الصينيه يبقى اصغر شويه، مع ان انا مضاعفه، يعني عامله كميه ونص كمان عليها. يعني أنا اديتكم مقادير الكمية الصغيرة اللي تكفي مثلا أسرة من 4 أفراد، لا أنا زودت كمان نص الكمية عليها. يعني نص سكر، نص جيلاتين، نص جلوكوز، وهكذا. تعالوا بقى نشوف. بعد ما نفضيها على طول نزينها. بنحط بقى شوية زبيب، شوية لوز مبشور محمصاه كده زي ما انتوا شايفين عشان يفتح النفس كده. ممكن بقى تحطوا زبيب، بس تحطوا فواكه مجففة بس. في نوع مكسرات كده مركونة على جنب تحمصيه وتحطيه. مش موجود خلاص، ما تكلفيهاش اكتر من طاقتها، لان هي اوريدي حاجة كده مش مكلفة. انتي عاملاها كلها من البيت. الموضوع كله عامل 30 40 جنيه، مش اكتر من كده في الزمن ده. يعني انتي كده عاملاها ببلاش.
حطيت بس حاجة تاتش خفيف كده من الزبيب على الجناب، لإن أنا ولادي مش غاويين زبيب أوي فما كترتش منه. وبكده بقت جاهزة معايا أحلى قشطة، لازم أركنها لتاني يوم عشان تشد. وبعد ما سبتها لتاني يوم ابتدت تتماسك ما شاء الله. لو عايزين تعملوها في نفس اليوم بتحطوها على رف التلاجة مثلا لمدة 5 6 ساعات، بتلاقوها برضو ظبطت معاكم. أنا عملتها برضو حاجة كده وسط، يعني حطها في التلاجة شوية واتمسكت معايا ما شاء الله. شايفين بتخلع بكل سهولة ازاي؟ عشان أنا اديتها بطنة كويسة من الزيت وجوزة الهند، فما شاء الله ما خدتش معايا وقت في ان انا اخرجها بسهولة، وطالعة معايا مظبوطة ولا اتقطعت ولا اي حاجة. يعني انت ممكن ما تحطيش ورق زبدة لو مش موجود، وفري واعمليها زي ما انا عملتها كده، تطلع معاكي مظبوطة جميلة جدا. ونقلتها بعد ما حطيت لها برضو بطانة خفيفة كده من جوز الهند، وبقت جاهزة معايا بالشكل الجميل ده. السكينة لازم تدهنوها زيت عشان ما تلزقش. يعني هي دي الخطوة اللي انا نسيت اقول لكم عليها. وبكده أكون جهزت لكم قشطة المولد النبوي الشريف. يا رب تكون عجبتكم، لازم تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتس. عملتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها في كل بيت. يعني وفري وما تشتريش من بره، وابسطي ولادك. كل سنة وانتم طيبين ودايما كده متجمعين. يا رب تكون أيام سعيدة علينا. وأكبر دليل زي ما انتم شايفين المطة الجميلة دي دليل نجاحها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير كتير عشان الاهتمام ما بيطلبش. كانت معاكم صبا العريشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.